ما تتركي شعرك ينشف على الهوا. إذا ما بدك شعرك يتقصف، يتكسر، يصير في تساقط، يصير فيكي قشرة، يصير نفشة، كل مشاكل الشعر اللي عم تواجهيها، في شغلة صغيرة ممكن إنها تساعدك كتير بحل هاي المواضيع، إنك تخلصي من المي بشعرك. إذا فهمتي نقطة إنه شعرك بيكون بأضعف حالاته لما بيكون رطب، فبهي الحالة بدك تقصري من عمر هاي الحالة، قصري عمرها قد ما فيكي. بعد ما تطلعي من الحمام بكفي إنه أكتر شي بتضلي نص ساعة وبعدين بتجففي شعرك. ضروري إنك تجففي شعرك وتخلصي من المي اللي جواته، لأنه هذا المي بده يعمل فطريات بفروة الراس، بده يعمل تكسر وجفاف بالشعر، خصوصي إذا أنت شعرك مثلا جاف، أو إذا مثلا شعرك تالف، أو إذا مثلا شعرك منخفض المسامية. بكل بساطة بيعاني كتير لحتى يطالع المي من جواته، وبيضل بيفتح المسام لحتى يتخلص من المي اللي جوات الشعر. فالأفضل إنك تساعدي شعرك بتنشفيه لحتى ما تفوتي بقصص تانية. صدقيني كتير رح يفرق معك. إذا أنت متعودة إنه ينشف شعرك على الهوا، جربي يا ستي، جربي مرة أو مرتين تعملي اللي عم قلك عليه، وشوفي قديش رح يفرق شعرك مع مرور وقت بسيط، وقديش كان في قصص بتصير معك مثل نفشة الشعر، مثل التقصف والتكسر والقشرة وغيره، والحكة بفروة الراس. كتير مشاكل بتصير مع وجود المي، خصوصي انه نحن هلا تقريبا بكل البلدان المي اللي عم نستخدمها مش احسن حاجة، يعني المي مش كتير منيحة. فحاولي انك تتخلصي من المي اللي موجود بشعرك. شو هي احسن طريقة لتجففي شعرك بامان؟ بكل بساطة بتحطي سيروم على شعرك من النص وتحت، بتوزعيه على شعرك وما تمشطي شعرك وشعرك مبلول، لأنه هذا الشي بيعمل لك تكسر وتقصف وكتير قصص وكمان تساقط. حطي السيروم أو الزيت اللي بتحبيه مثل زيت الأرجان أو زيت الجوجوبا أو أي شي أنت بتفضليه كسيروم. بعدين بتجيبي السشوار، وفي هون بتلاقي بأي سشوار في زر بيغير لك حرارة الهواء. هذا الزر بيغير الهواء، هون بارد، هون سخن، وهون بالنص بدرجة حرارة الغرفة. بتضلي بتجففي من فوق لتحت، من فوق لتحت. هاي القصة بتساعدك انه ما يصير عندك نفشة، وانه المي ينزل بسهولة، وكمان المسام يتسكر بعد ما يخلص من المي اللي بيكون بقلب الشعر. بعد ما تخلصي تجفيف للشعر، اربطي شعرك او لمي شعرك، شو انت بتحبي بتعملي. وفيكي طاقية الستان أو الحرير اللي بدك إياه، شو متوفر عندك تلبسي فوقه مشان يهدى الشعر من هاي العملية اللي عملها إنه يتخلص من المي اللي جواته. كمان فيك تحطي سيروم مرة تانية بعد ما تجففي شعرك من على الأطراف من تحت، ولفي شعرك والبسي الكب الستان، وأمورك كلها رح تصير أحسن، ورح تحسي بفرق مع أكتر من مرة. ما رح يصير شي سحري من أول مرة، بس رح تلاحظي فرق من أول مرة. وبعد مرور الفترة وبتصير عندك هي مثل العادة، كتير رح يفرق بشعرك. جربي هاي العادة وإن شاء الله بتستفادي، وبشوفكن الفيديو الجاي.